السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى انا ونال الاعجاب ديالكم. شكرا على التعليق ديالكم، مرحبا بالتساؤلات ديالكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنشاركو معكم، واخا غيبت عليكم واحد المده طويله، ولكن دابا ان شاء الله رجعت معكم بالوصفات ان شاء الله وبداكشي اللي كتبغيو. ودابا اليوم غنشارك معكم واحد الفيديو اللي غيكون زوين ديال واحد المسمن اللي كيبقاو التساؤلات عليه كيفاش كيجي مسمن. المهم مسمن اللي ناجح 100%. هانتوما غتشوفوا معايا المقادير. وبالنسبه لهذا المسمن راه بدون جلوتين 100%. نتوما غادي تشوفوا المكونات ان شاء الله، وغادي حتى نتوما ينجح معكم كيف نجح معايا، كيف كان الناس اللي كيبقى لهم تساؤلات واش مسمن بدون جلوتين كيجي بحال هذا الشكل هذا. لكم المسمن اللي يعني معتمد عندي واللي كنصايبو. بالنسبه لهذا المسمن هذا من طبيعه الحال انا دايره فيه هذا الميكس بي. الناس الاخوات اللي تيسولوا على شنو هو ميكس بي انا نوري لكم. هو هذا النوع ديال الدقيق. بالنسبه لهذا النوع ديال الدقيق يعني كتوجوي بزاف الوصفات بحال الخبز المسمن، اي حاجه بغيتوها كتصايبوها به. المهم هو النتيجه ديالو زوينه، هذا هو المهم. وكيبقى على حسب اي واحد البلاصه اللي موجود فيها الدقيق اللي موجود فيها اللي كيكون نوعيه جيده ديال الخبز هو اللي ممكن انكم تصايبوا به المسمن القرص، يعني اي حاجه بحال هذا الشيء هذا. المهم هذا هو النوع اللي الاخوات اللي كيسولوا عليه غتلقاو في المتاجر الكبرى، المتاجر اللي كيكون فيها داكشي سون جلوتين او بدون جلوتين راه كاين فيها. والناس اللي يعني قريب لهم المتاجر الكبرى بحال يعني انواع من المتاجر الكبرى راه غتلقاوه فيها، غير هو غتلقاوه بواحد الثمن شويه بدل على الثمن اللي كتاخذوا به من المحلات اللي كيكونوا بدون جلوتين. المهم هذا هو النوع اللي قلت لكم ديال الدقيق اللي كنقول لكم ميكس بي، وراه كاينين انواع اخرى اللي كنخدموا بهم من طبيعه الحال. بالنسبه هاد ميكس بي درتو في هذا المسمن هذا. غنحتاج فيه هذا المسمن 300 غرام ديال ميكس بي، 250 غرام ديال دقيق الارز، 100 غرام ديال الدقيق ديال الذره يكون رطب ومغربل مزيان، و100 غرام ديال الدقيق ديال الروز عفوا ديال الدقيق ديال النشا ديال الذره 100 غرام، وشويه ديال الملحه، شويه ديال السكر. يعني الملحه والسكر كديروا على القياس اللي بغيتو نتوما. واحد القريصه بحال هكا بين يديكم ديال الخميره ديال الخبز، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ما تضيفوهاش. والا بغيتو يجيكم كاع المسمن زوين واخا يبات على برا ما توقع ليه حتى شي حاجه، تيبقى المسمن رطب وزوين فاش كتسخنوه. احسن تزيدوا واحد راس معلقه ديال الكومدكوا، تقريبا واحد 8 غرام حتى ل 10 غرام ديال الكومدكوا. وبالنسبه للملحه 10 غرام والسكر 10 غرام. المهم قبيصه ديال الخميره كتبقى اختياريه، ديروها ولا ما ديروهاش يعني ماشي ضروريه، كتبقى على حسب الجو حتى هي. هادو هما المكونات. المقادير بالكاس العنبه غنخليهم لكم في صندوق الوصف. صافي هنا غنشد هاد المكونات ونخلطهم وغنعجنهم. من طبيعه الحال غنزيد واحد معلقه كبيره ديال الخل، بغيتو تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش ما تضيفوهاش، يعني كتبقى حتى هي غير كتساعد المسمن باش كيجي زوين ويجي ممرق. والماء من طبيعه الحال باش غنجمع العجين. المهم دابا كتجمعوا العجينه ديالكم، داك الانواع ديال الدقيق كامله كنخلطوها. صافي كنجمعوا داك العجينه ديالنا بالماء. المهم الماء راه كيبقى على حسب الخليط وعلى حسب نوعيه الدقيق اللي استعملته. ومن طبيعه الحال كيكونوا نوعيه ديال الدقيق مغربله مزيان، كيف الذره كيف النشا، يعني كلشي كتكونوا مغربلينو مزيان. ضروري نتاكدوا انه بحال دقيق الارز المهم خصو يكون رطب. المهم هنايا كنجمع العجينه ديالي كامله بحال هكا بهذا الشكل هذا، كنرش الماء مره وكندلك العجينه ديالي. العجينه ديالنا ما خصهاش تكون ديال مسمن قاصحه بزاف، وما خصهاش تكون يعني كتلصق بزاف يعني جاريه. المهم عجينه خفيفه، حيت هي راه من طبيعه الحال العجينه سونغليتي راه كتكون كتلصق في اليدين، ولكن ما خصهاش تجي داك المسمن. الا بغيتو المسمن يجيكم زوين عاود ملي تجيو تبغيو تكرسوه ما يمحنكمش، خاصو يكون العجينه ديالكم متماسكه، ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. المهم هاد الماء كيبقى توازنوه على حسب نوعيه الدقيق. الا درتو غير نوعيه ديال الدقيق من نوعيه ديال الدقيق راه الماء كيتغير، واخا نعطيكم انا قياس راه الماء كيتغير. النوعيه ديال الدقيق كتخلي العجينه كيتغير كيفاش كتجي. المهم هنا غندلك العجينه ديالي مزيان. نتوما كيف كتشوفوا العجينه كتكون رطبه وفي نفس الوقت يعني ماشي خفيفه. وكنخلي العجينه ديالي ندلكها مزيان.
نخليوها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق، ما نخليوهاش حتى كتخمر. وكيف شفتوا هذيك القراصه ديال الخميره كتعاون لينا العجينه باش كتجي زوينه. بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش. المهم حنا لاقين البرد وداكشي، واخا كديروها دابا ماشي مشكل، في الصيف يعني راه ما كنحتاجوش نديروها. المهم هنايا العجينه ديالي بعد ما كندلكها مزيان كنجمعها وكندهن بشويه ديال الزيت وكنغطيها كنخليها ترتاح واحد شويه عاد باش كندوز نديرها كويرات. المهم ديالي العجينه ديالي هنا بعد ما جمعتها على هذا الشكل كنخليوها كيف قلت لكم ترتاح وكندوز كنقسمها. هنا قسمتها كويرات ونغطيهم بواحد البلاستيكه وكنخليهم حتى يطلق لينا شويه ديك العجينه عاد باش كندوزو ان شاء الله نورقو المسمن. بالنسبه للمسمن غنحتاج ليه واحد الكميه ديال الزبده وكميه ديال الزيت، كديروا الكميه اللي بغيتو نتوما. المهم كديروا الزبده راه كديروا الزبده اللي يعني بدون جلوتين او الزبده حيوانيه او الزبده البلديه، المهم نتوما والذوق ديالكم واللي بغيتو. بالنسبه للزيت راه من طبيعه الحال كتزيد واحد كميه زيت على ديك الزبده وكتذوبوها وكتبداو تورقوا بها. بالنسبه للخليط اللي وريتكم ديال الدقيق كتكون عندي واحد نص كاس ديال الدقيق ديال الذره، نص كاس ديال النشا ديال الذره، ونص كاس ديال الدقيق ديال الروز. كنخلطهم وكنزيد عليهم معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى وكنخلطوهم وكنغربلهم وكنبدا نفرق بهم ديك المسمن ديالي. انا ما شاركت معكم كل شيء. المهم هاد اللي تبعتو هاد المراحل هادي اكيد غيجيكم مسمن بحال هذا اللي شفتوا في الصوره. غير نتوما كتبعوا المراحل وتطبقوا داكشي اللي وريتكم واللي شاركت معكم ان شاء الله وغينجح لكم مسمن 100%. بالنسبه كيف قلت لكم هذا المسمن راه كيبقى يومين كيبقى زوين بلا ما ديروه في الثلاجه، ومني كتسخنوا كيجي طري وكيجي زوين. هنا صافي كناخذ المسمن ديالي كيف شفتوا. ملي كنطوي المسمن ما كنعاودش نقرصو ما كنبسطوش، اللي طويته كنطيبها ما كنحطوش وما كنخليش حدايا يعني كيبقى داك المسمن فهمتوا. حتى كنطلق المسمنه كنطويها وكنهزها بداك ورق الزبده، كتساعدوا بداك ورق الزبده هذاك هو اللي كترميو به المسمنه ديالكم باش تجيكم قاده وما تعوج لكم ما والو. صافي هنا كنستمر بنفس الطريقه راه حتى كنكمل ديك الكميه ديالي كامله. وضروري ما المسمن كنسرحوه فوق جوج يعني فوق جوج بلاستيكات كيجيكم مزيان كتساعدكم مزيان كتخدموا مزيان. المهم كدهنوا شوفوا المسمن تبارك الله وما شاء الله كيجي من فوق كيجي مفروق من الداخل كيجي داك المسمن يعني كيجي مسمن اللي هو كيشهي واعر فحالو بحال ديال الجلوتين، يعني ما كيكونش الفرق ما بينه وبينه. بالنسبه للطريقه كيف قلت لكم كتاخدوا هنا كتلقوا العجينه ديالكم ما بين جوج بلاستيكات. المهم راه نشرح لكم فيديو وكندهن بشويه ديال الزبده والزيت وكنرش شويه ديال الدقيق اللي انا صايبته من قبل وصافي وكنطوي المسمنه هكا كنجيب طرف على طرف والطرف الاخر كندهن هنا الوسط، يعني ضروري ما كندهنو شويه ونرش شويه الدقيق باش كيجينا داك المسمن مفروق وزوين. صافي وكنستمر بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للمسمنه راه ما كنعاودش نقرصها، ها انتم كيف كتشوفوا صافي كندير نرميها في المقله كتكون سخونه وشوفوا تبارك الله المسمنه يعني راه من فوق هانتوما كيف كتشوفوا تيجي مذهب وتيجي زوين. المهم كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تبعوا نفس الطريقه وان شاء الله يكون ناجح معكم. وان شاء الله الفيديوهات اللي بغيتو ان شاء الله منا القدام نشاركهم معكم خليو لي في الكومونتيرات ان شاء الله. وهذيك الساعه ان شاء الله اللي ساعدني الوقت نوجد معكم داكشي اللي بغيتو ان شاء الله. شوفوا كيفاش المسمنه كتجي يعني مفروقه وزوينه. خفيف المسمن ما كيجيش معجن ما كيجيش ثقيل، يعني قلت لكم كيجي مسمن اللي هو كيجي رائع وزوين. المهم هنايا نستمر بنفس الطريقه راني كنطلق هكا حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله اللي حنا دايرين. وبالنسبه للمسمن راه كنخدموا في لا كوموند اللي بغى الرقم ان شاء الله ديال الواتساب غنخلي لكم في صندوق الوصف. كليكيو على الرابط ديال النمره وراه غيديكم الواتساب بالنسبه للاخوات اللي بغاو يدخلوا عندي الواتساب. المهم انا نستمر بنفس الطريقه وهانتوما المسمن ديالي كيفاش جا كيجي رائع تيجي كيشهي. المهم هذه هي الطريقه ديالو شاركتها معكم وكيجي على هذا الشكل هانتوما رطب
كيبقى كيف قلت لكم يومين، كيبقى بلا ثلاجه ما تيوقع ليه حتى شي حاجه وتيبقى رطب. غير طريقه الاحتفاظ ضروري ما كديروا السلوفان، كيخلي لكم الحاجه طريه وتيخليها لكم رطبه، يعني ما تتعرضش للهواء. بالنسبه لهادشي تاع السونغليتين ما كيبغيش يتعرض للهواء، فاش كيتعرض للهواء تيقصح وتيكرم. ومن طبيعه الحال المسمن ملي كتجي تصايبوه راه غديروا في السلوفان تقادو وديروا في المجمد، ومني كتبغيوه راه المسمنه كتجبدوا داك القياس اللي نتوما بغيتو، سخنوا في الالات البانيني ولا في المقله، ومني تسخنوا ما كتقصحوش بزاف، واللي سخنتوها كتاكلوها بالصحه والراحه، يعني ما كتعاودوش تسخنوها مره اخرى باش ما كيتقصحش ليكم. كيف العاده راه كيف المسمن بالجلوتين. بالصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.